السلام عليكم، ياكم حسين انجل. اليوم حبيت اشوفكم الطائر الشفتل الالبينو. مثل ما تشوفون الفحل، اللحية الاطوخ تكون والنتيجة فاتحة، بس هي مو شرط. يعني الالبينو مرات يجي اللحية مالته بيضة، مرات تجي كلش طوف جوزية، فمو شرط. يعني مو فد شي شرط انه تكون اللحية هيج او هيج. الافضل انه تعتمد على تغريد الفحل بالشفتين. طبعا هذا انتاجي، وعندي الالبينو اللي هو البياض مالته بعد يكون اقوى بالنسبه للحيه مالته. طبعا عندنا طيور مخاليف. اول مزواج الهن، طبعا هن بعد ما مكملات حتى ريشين، وان شاء الله يكمل الريشين حتى تزوج الطيره والفحل. طبعا الطيره بالغه اكثر، لان حتى زايفه اكثر من الفحل. الفحل بعده هسه اخر تكليكه له يذب الريش ماله وراح يصفي ويكمل، يلا يقدر يزوج الطيره. يعني لا تتصور انت اذا مثلا الطير ما كامل مستحيل يزوج، مستحيل. يعني مثلا هسه راح اذا اصور لك الازواج الباقيه الا تكون كامله، يلا اكو طيور بعد يدينها ما كامل، جناحها ما كامل، صفايه راسها ما كامل، فما تزوج، مستحيل تزوج ومستحيل تعطيك انتاج الا تكمل وتستقر، يلا هناك راح تزوج الفحل يستقر. والافضل اني ينطبق قبل ما يكمل اخر تصفاه حتى يتوالفون اكثر، حتى يزوجون اسرع. هذا اللي افضله بالطيور، انه تكون تكمل هي سويه. لان اذا ظل مفروده وانها ما يكمل، يعني عندك وقت الى انه الطيور تتالف يلا تزوج، فهذا راح يتاخر عندك. فانت هسه بين ما هو يكمل الفحل والنثيه، النثيه جاهزه، بس بين ما يكمل الفحل اكيد هم راح يتوالفون، بين ما يكمل فهو راح يزوج. بالنسبه للشفت وباقي الطيور، تحياتي وياكم حسين انجل، مع السلامه.